قدمتي كل التنازلات وضحيتي وعشت طول عمرك بيداس على حقك وساكتة، وخايفة تقولي لأ عشان ما تزعليش حد منك، خايفة على خاطر الكل وعاملة للكل ألف حساب ومحدش عاملك أي حساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. أنا معاك النهاردة عشان أخدك وأحطك على أول طريق التغيير. إزاي تكوني ست قوية بتعرف تاخد حقها وتخلي الكل يحترمها ويعمل لها حساب، ما يكونش وجودها زي عدمه. مش معنى بقولك إن هعلمك إنك تكوني ست قوية إنك بقى هتبقي ست لسانها طويل وبتزعق دايما عمال على بطال وصوتها عالي، لأ بالعكس، ده مفهوم غلط خالص عن الست القوية. الست القوية ست محترمة جدا، مهذبة جدا، عارفة حدودها، بتحافظ على بيتها، بتحافظ على زوجها، عارفة أولوياتها. الست القوية عارفة امتى تقول أيوة على حاجة هي عايزاها وامتى تقول لأ على حاجة هي رفضها، وبكل أدب وذوق واحترام ومن غير ما تغلط في أي حد. مش زيك انت بقى يا ضعيفة يا مستضعفة يا اللي ضيعت عمرك بتدادي في الكل وبتراضي في الكل ونسيتي ان رضا الناس غاية لا تدرك. عمرك ما هتعرفي ترضيهم، والله لو عملت لهم ايه عايشة طول عمرك ضيعتي نفسك وصحتك الجسدية والنفسية وجالك الأمراض عشان تخدمي الكل، تخدميهم وهم عايزين منك مصلحتهم وبس. لو بيحبوكي هيدوروا على احترامك لنفسك وذاتك وشخصك، لكن هم بيدوروا على مصلحتهم وبس. وانا عذراكي لان احنا تربيتنا القديمة اتربينا معظمنا على 3 كلمات حافظينهم: طيب، نعم، حاضر، عينيا الاتنين. وكلمة حاضر يا حبيبتي بتريح، وعيشي وحافظة على بيتك واقبلي الغلط وعادي واسكتي وخلي المركب تمشي. اتربينا على ان قيمتنا في خدمة الآخرين. احنا نتعاون ونخدم بعض، بس لو مش جاي على طاقتي، لو مش فوق طاقتي ده يبقى ظلم ربنا ما يرضاش بيه. ما تظلميش نفسك، ما تشيليش نفسك فوق طاقتك وتحملي نفسك فوق طاقتها. ليه تعيشي طول عمرك قابلة وراضية بحاجات انت رفضاها ومش عايزاها، وحاجات جابتلك الأمراض والضغط النفسي والضغط العصبي والأمراض النفسية والحزن والزعل والاكتئاب؟ ليه انت تعملي في نفسك كده؟ علشان ايه؟ انا عذراكي لان هي التربية القديمة برمجت عقلنا على كده. التغيير هيكون مش سهل، التغيير عايز منك اصرار وتدريب. وافرحي لما تتغيري، افرحي بانك انسانة بقى لك كيان، بقى لك رأي، بقى لوجودك معنى. الانسان اللي ملوش رأي ولا كلمة وعمال على بطال حاضر طيب نعم انا موجود وحاضر ومتاح في كل وقت ملوش قيمة، مفيش لوجوده معنى. الانسان لو ما كانش يأثر ويتأثر بالمجتمع اللي حواليه ويبقى انسان ايجابي ياخد ويدي ويتعامل وله وجود وكيان، يبقى ملوش معنى لوجوده، ومحدش هيقدره ومحدش هيحترمه ومحدش هيعملك حساب. خليكي انسان وعضو فعال في المجتمع، خليكي انسانة فعالة ايجابية، الكل يجي ياخد رأيك ومشورتك ويستفيد منك ويعملك حساب. الكل يخاف عليكي ويخاف على زعلك ويعملك خاطر ويعملك اهتمام ويديكي اهتمام. طب نعمل ايه علشان نتغير؟ علشان تتغيري يا حبيبتي يا ست الكل، يا ضعيفة يا قليلة الحيلة يا اللي عشت طول عمرك مستضعفة، أول حاجة فكرتك عن نفسك.
انت فكرتك عن نفسك ايه؟ فكرتك الداخلية عن نفسك ايه؟ ما هي تصرفاتنا نتاج افكارنا. تصرفاتنا نتاج افكارنا. لو فكرتك عن نفسك انك انسانة مسكينة وقليلة الحيلة وضعيفة وملكيش اي كلمة ولا بتحلي ولا بتربطي، هتبقى تصرفاتك كلها ضعف في ضعف في ضعف في ضعف. لان انت عقلك متبرمج على كده. عقلك اتبرمج على انك تلقائيا انت بتسمعي الكلام ومطيعة وبتوافقي على حاجات، حتى الحاجات دي لو تعباكي، لو مضايقاكي، لو خانقاكي، لو مزهقاكي. فانت لازم تغيري فكرتك عن نفسك. لا، انت مش كده. انت انسانة خلقك ربنا وكرمك، وانت ليكي قيمة عالية وكبيرة قوي في المجتمع. ربنا كرمك عن كل مخلوقات الكون. انت تستحق التقدير والاحترام. فتبقى دي فكرتك عن نفسك، ان انا انسانة ليا كل الاحترام وليا كل التقدير، وانا عضو فعال في المجتمع، لازم اأثر واتأثر، ويبقى ليا رأي وكلمة ويتعمل لي حساب، ليا وجود وكيان. انا لازم اعبر عن نفسي، لازم اعبر عن نفسي. يبقى اهم حاجة يا حبيبتي في التغيير انك انت لازم تقتنعي وتبرمجي عقلك انك انت انسانة لك كل الاحترام وكل التقدير. يبقى لازم تغيري فكرتك عن نفسك. دي رقم 1 في بداية مرحلة التغيير. رقم 2، انت بقى لازم تقعدي مع نفسك كده وتقنعي عقلك قعدة حلوة كده مع نفسك كده، وانت رايقة وبتشربي كوباية شاي، تقولي لنفسك: هو انت يا بنت كسبتي ايه من الرحلة اللي انت عايشاها طول عمرك دي، ورحلة الضعف اللي انت عايشاها طول عمرك؟ انت كسبتي ايه؟ هقولك انت كسبتي. هو الضعف له مكاسب؟ ليه مكاسب. كسبتي، اشتريتي دماغك، ريحتي دماغك. هو انا لسه هقول لا بقى وادخل في وجع دماغ وحوارات ونقاشات وجدال ووجع دماغ؟ لسه هواجه واقف بقى قدام ده واحارب ده واقول لا اكبر دماغي؟ يلا خلاص بقى، مش مشكلة، بريح دماغي، بكبر دماغي. طيب انت ريحت دماغك وكبرت دماغك، بس في المقابل خسرت كتير قوي. خسرت كتير قوي. خسرت احترامك لنفسك كإنسانة، خسرت قيمتك قدام الناس، خسرت احترام الناس ليكي. جالك كل الأمراض، ضغط بقى وقولون عصبي وصداع نصفي، بيجيلك كل الأمراض. ليه؟ لأن احنا لما بنوافق على حاجات احنا مش راضيين عنها بنبقى كده مضغوطين ومتضايقين، والضغوطات دي بتجيب الأمراض. بتجيب الأمراض. ده غير بقى الأمراض النفسية كمان، اكتئاب وحزن وزعل طول الوقت. ما انا زعلانه، ما انا كل اللي بيحصل مش على هوايا، مش على مزاجي، ما انا زعلانه ومنكده طول الوقت، هيجيلي اكتئاب. خسرت نفسي، خسرت صحتي، خسرت احترام الناس ليا، خسرت تقديرهم. انا انسانه مش موجوده، انا موجوده ومش موجوده، ماليش كيان، ماليش راي، محدش بيحترمني، وجودي ملوش اي معنى. انت بتخسري كتير قوي. فلازم تقعدي مع نفسك وتقنعي نفسك بالحاجات دي. وتالت حاجة، انت برضو هتقعدي مع نفسك وتقولي: انا ضيعت عمري كله ده عشان ايه؟ عشان رضا الناس؟ عشان رضا الناس؟ عشان بس يدوني نشان كده، الست الطيبة اللي ما بتقولش لا؟ هتعملي ايه بالنشان ده؟ انا مش عايزاه، ومش عايزه ارضي كل الناس. هم هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا لي ايه؟ رضا الناس هيعملوا لي ايه؟ رضا الناس غاية لا تدرك ابدا. دي الناس جننت جحا، خلت جحا في الاخر شال الحمار على كتفه ومشي بيه. الناس محدش بيعرف يرضيها، محدش بيعرف يرضيها. وبعدين قولي لنفسك كده: اللي بيحبني اهلا بيه، هيقدر احترامي لنفسي، وهيعرف حدودي ويحترمني، ويعرف ان انا بحافظ على صورتي قدام نفسي، فهيفضل معايا على العين وعلى الراس. واللي عارفني بقى عشان مصلحته ألف سلامة، وجوده زي عدمه. ده خسارته مكسب ليكي، خسارته مكسب ليكي، لأنه هيبعد
لما يلاقيكي فقت لنفسك وعرفت مصلحتك، فهو مش هيبقى معاكي بالسلامة. بالسلامة انت كسبانة، كسبانة خسارته انه كان ضغطك وقرفك ومزهقك. تمام كده؟ رابع حاجة حبيبتي لازم تعمليها عشان تبقي شخصية قوية كده والناس تحترمك وتعملك حساب، اهتمي قوي بلغة جسدك. ايه يعني ايه لغة جسدي؟ يعني تعبيرات وشك، نظرتك، وقفتك، مشيتك، اهتمي بالحاجات دي. ما تبقيش انسانة كده ماشية متكعورة في نفسك وعاملة كتافك كده وذليلة وضعيفة ومنكسرة، لأ. افردي طولك، افردي ظهرك، افردي كتافك، ارفعي راسك. انتي كده عملت لنفسك هيبة، عملت لنفسك وقار. الناس بتقراكي قبل ما تتكلمي، بتبصلك، بتبص لهيئتك، بتعرف انتي ايه، انتي شخصية عاملة ازاي، من شكلك، من وقفتك، من مشيتك. ما تمشيش تزحفي في الارض، لا، ما تمشيش تزحفي في الارض. امشي ماشية وقورة هادية ثابتة. ولما تيجي تكلمي حد ما تبصيش في الارض، ما تهربيش من عينيه، ما تهربيش من الواجهة، ثبتي نظرك في عينيه، بصي في عينيه وانت بتكلميه، خليكي جريئة، بصي في عينيكي، بصي في عينيكي، اتعلمي المواجهة. اقفي قدام المراية واعملي تمرين المراية، ده معروف جدا في لغة الجسد. اقفي قدام المراية واظبطي نفسك كده وافردي نفسك زي ما قلتلك، وامشي وعودي نفسك على المشية اللي هي الثابتة الهادية الرزينة، وانت فاردة نفسك كده، مش انت ماشية متدهولة في نفسك. لغة جسدك مهمة جدا، بتقول للي قدامك انا ايه وانا مين وعاملة ازاي وشخصيتي شكلها ايه. اهتمي بلغة جسدك. رقم 5 بقى يا حبيبتي، يا ضعيفة يا مسكينة يا قليلة الحيلة، اكسري الرد التلقائي اللي عقلك اتبرمج عليه من تربيتك القديمة. احنا اتربينا نرد زي ما قلنا حاضر وطيب ونعم، وقولي حاضر يا بنتي عشان ايه، كلمة حاضر بتريح، واسكتي عشان المركب تمشي. ماشي، ما انا ممكن اعمل كده بس لو مش هتضر، لكن انا مضرورة، انا تعبانة، انا بموت، انا بضيع، انا جالي كل الامراض النفسية والجسدية، يبقى ده ظلم للنفس وحرام، ما اعملهوش ابدا، ما اعملهوش. طب تكسر الرد التلقائي ده ازاي؟ يعني اعمل ايه؟ ما انا متعوده عليه خلاص، انا اتبرمجت على كده. ده انا من غير ما حد يطلب مني طلب، من غير ما افكر، حاضر جاي اهو، طيب نعم حاضر، تلقائي، انا خلاص متبرمجه على كده. اعملي تمرين ال5 دقايق، لما حد يطلب منك حاجه عدي 5 على صوابعك كده، عدي 5 على صوابعك. ال5 دقايق اللي انت هتسكتي فيهم دول بتفهم اللي قدامك انك انت بتفكري، انك انت مش سهلة، بتفكري، بتشوفي الطلب بتاعه ده هيجي على وقتك، هيجي على صحتك، هيجي على مزاجك. بتشوفي ايه اللي وراكي، بيتك محتاج ايه، مناسب ليكي ولا مش مناسب ليكي. انتي شوفي نفسك وقولي له انا هفكر وارد عليك، وبعد كده فكري، شوفي وقتك، شوفي مساحتك، شوفي راحتك. حتى لو الوقت اللي انت محتاجاه ده لراحتك انت الشخصية، هتقعدي فيه مع نفسك، انت محتاجة الوقت ده، والوقت ده مش رفاهية. الوقت اللي انت بتقعدي فيه مع نفسك تستجمي هو وقتك، ومن حقك، لانه بيجدد نشاطك عشان تقومي تشتغلي تاني وتشوفي مصالح بيتك. الوقت ده حتى لو انت محتاجة لنفسك قولي لا، انا مش مناسب ليا خالص، مش مناسب ليا، انا احافظ على حدود بيتي والنظام اللي انا عاملاه في بيتي. تمام؟ اعملي تمرين ال5 دقايق ده زي ما بقولك، وفكري، وما عدتيش تردي بسرعه كده على الكلمات اللي انت متبرمجه عليها. ادي وقت لنفسك تفكري، هو انا ورايا ايه، ولادي وراهم مذاكره هقعد معاهم اذاكر ليهم،
جوزي بيجي من الشغل امتى؟ ببقى مشغوله في تحضير الاكل والغدا، بنقعد شويه نتسلى نتفرج على التلفزيون مش عارف ايه، ورايا ايه، هقعد مع نفسي ارتاح شويه لاني تعبانه ومرهقه ومجهده. شوفي امورك وبعدين ردي. شوفي امورك وحياتك وبعدين شوفي مناسب ليكي ولا مش مناسب. من حقك تقولي ايوه، من حقك تقولي لا. مش كده عمال على بطال حاضر طيب نعم انا متاحه في اي وقت لاي حد، ما حدش معبرني خالص. لا، ما تعمليش كده ابدا، ما تعمليش كده ابدا. رقم 6، نبرة صوتك. ما تعليش صوتك. اوعي تقولي عشان انا بقى الناس تحترمني وعلشان ابقى ست قوية ويعملوا لي حساب لازم ازعق، لازم اعلي صوتي، لازم اطول لساني. لا 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 لا، ده كل ده ضعف اصلا. ومش بقولك خدوهم بالصوت لا يغلبوكوا، الصوت العالي ضعف. ضعف. انت صوتك هادي بس نبرته حازمة. حازمة. جملك متظبطة على بعضها. لا، الوقت ده مش مناسب ليا. بس خلصنا. خلص الموضوع. مش تقعدي بقى تبرري، لا والنبي ما تزعلي مني، طب حقك عليا، طب اصل ظروفي، طب انا والله ما عايزه ازعلك، والله اوعي والنبي تزعلي مني، معلش عشان خاطري، اصل انا بيا، اصل انا عليا. لا 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 لا، ما تعمليش كده ابدا. انت مش مضطره تبرري، مش مضطره، ده حقك على نفسك وعلى بيتك واحتياجاتك ومتطلباتك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله يبقى ليه جزء تاني. واتمنى يعني تتدربوا على مرحلة التغيير دي واحدة في واحدة. صدقني هتبقى سعيدة جدا بنفسك، وسعيدة جدا بوجودك وبحضورك، وسعيدة جدا بنفسك. جربي وادعيلي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.